بس كنت بسمع عنها حاجات بسيطة، زي مثلا شخصيتها القوية، عمرها اللي كان أكبر مني بكتير، شكلها، وزنها التقيل حبتين، حاجات بسيطة كده. عدت شوية وقت على جوازي، ما كانش بيتقطع فيهم تحذير جوزي ليا من إن أكلم مراته التانية أو أحاول حتى أخبط على بابها، لأني لو عملت كده ممكن الموضوع يوصل للطلاق. فكنت بقول حاضر وخلاص، اللي انت عايزه يا سيدي أنا هعمله، وأنا يعني عاوزة أخبط عليها ليه؟ هي في حالها وأنا في حالي. عدت الأيام والشهور واتأخر موضوع الحمل شوية، وعلى الرغم إن جوزي كان معيشني عيشة ما كنتش أحلم بيها، أكل وشرب وفسح وخروجات ولبس وهدايا، بس على الرغم من كل ده كنت أنا الزوجة التانية، فيما معناه إن جوزي ما كانش ليا لوحدي، وكان دايما بيحاول يقسم الوقت بيني وبينها. وعلشان كده كنت بحس بملل ووحدة في معظم الأوقات. حتى أهلي ما كنتش بقدر أروح لهم في أي وقت، ولا هم كمان كانوا يقدروا يجولي في أي وقت إلا بإذن من جوزي، وكمان في أوقات معينة لما هو بس يكون موجود. وكل الشروط دي كان جوزي